اهلا وسهلا، تحيه طيبه لكل الاحباب. الفيديو ديال اليوم باغي نتكلم على اقوى رجل في افريقيا، وكذلك باغي نتكلم على السي فوزي القجع والعلاقه ديالو مع فريق الرجاء. سمعت مؤخرا هذا الاسبوع ان فوزي القجع اعطى 315 مليون سنتيم كيعاون بها فريق الرجاء. كيفاش غادي هذا الشيء نقول لكم، ولكن قبل ذلك ما نتكلموا على الازمه ديال فريق الرجاء او القنبله الموقوته ديال فريق الرجاء، وقبل ما نتكلموا على اقوى رجل في افريقيا فوزي القجع اللي كيخلع الجزائريه والتوانسه والمصريين، ولكن دايرين عليه تراند الاخوان الرجاويين. فبغيت على انني نسمع بعدا السي البدراوي واش غادي يقول لنا على القجع مع الرجاء. السي البدراوي واش كيعاونكم فوزي القجع؟ اذا انت عزيز انتم كتاكدوا بان فوزي القجع عاون فريق الرجاء الرياضي؟ اكيد. نعم. ومن النهار مني غيقول راه اللي كنقرا داكشي الا كان صحيح، راه انا تنقول ليه راه انا جمهور ماشي رئيس الرجاء، راه انا غادي نطلع انا ونقول اكيد قال لكم السي البدراوي اكيد. والسي البدراوي الله يهديك راه غادي يغضبوا الناس ديال الرجاء، راه ما يعجبهمش هذا الشيء هذا. واش كتعرف شكون هو فوزي القجع؟ كتعرفوا شكون هو فوزي القجع؟ سي فوزي اللي تنعرف عليه هذا رجل دوله. كرة القدم حنا دوزنا، شفنا كرة القدم كي كانت، شفنا التجهيزات، شفنا الملاعب كي ولاو. كون كان عندنا شي 10 من هذا السيد هذا في قطاعات اخرين كون المغرب مشى بعيد. واش تا كون كان منه غير 10 كل المغرب مشى بعيد. وهذا الشيء هذا راه ما بغاش يدخلوا في الراس السي البدراوي. واش تا كتسمع وكتتبع واش كيكتبوا الاخوان الجزائريين؟ عاود لا ماشي غير هكذا، انا تنقرا دوك لي ريزو سوسيو شنو تيكتبوا خوتنا الجزائريين ولا كيفاش. الحمد لله عندنا راجل اللي قدر يمشي يحط المغرب في كاع هاد لي بيرو اللي كاينين في الكاف والفيفا، وماشي غير هو مع الناس الاخرين اللي دا. وحتى مثلا التاهل ديالنا ولا مابقاش كنا كنذاكر واش ندابزو، كنا كتإليمينا ما تكاليفاش حتى لافريقيا. اذا ما عندي الا جو لو ساليو سي. والله يديك السي البدراوي. واش بغيت في كاع المراره او تطردقها بالنسبه للناس اللي دار هذا الترند هذا؟ انت كتقول لي كتقرا بالنسبه للاخوان الجزائريين، اش دانا الجزائريين؟ واش راك تقرا بعدا الاخوان الرجاويين؟ واش راهم يكتبوا الرجاء بقى لنا غير الجزائريين؟ الجزائريين بعاد خليهم ترونكيل. المشكل واش راهم يكتبوا الاخوان الرجاويين. وبالتالي السي البدراوي بعدا كنحييك على الجرأه ديالك، بعدا كتكلم بواقعيه وماشي غير انت اللي قلتها، سبق وقالها الزيات وسبق وتكلمت عليها جريده هيسبريس فيما يتعلق بالضمانات اللي تعطيها الجامعه، واش سبق وتكلمت عليها انت في الانستغرام. ولكن انا جاي نقول للاخوان الرجاويين هاد الحمله اللي كدار على اقوى رجل في افريقيا، وبالمناسبه هذاك الترند ديالكم غادي يطيحوا هاد الترند ديال اقوى رجل في افريقيا، لاننا حنا ننتقدوا نقد بناء الاخوان بيناتنا. مشكل في التحكيم، مشكل هنا، مشكل هنا، مشكل هنا، ولكن انت عندك مشكل في الفرقه وبغيت تصفيها مع واحد انا كطريا في العالم، مع واحد خرج كاع هاد الاكاديميه الوجود، مع واحد انه صنع الكره ديال القدم داخل القاعه العالميه، مع واحد خرج الكره النسويه وكيخلصهم. واش عارفين بان هاد الاسبوع الرجاء 300 مليون و15 داتها الرجاء؟ كيفاش؟ 3 ديال الديبلاسمويات، 8 مليون زائد 25 مليون في كل ديبلاسمون، 105 المليون اللي عطاها لكم فوزي القجع، عطاها الرجاء. 3 ديبلاسمويات في الشهر لافريقيا، هنا في الافريق هي 315، ما دارهاش شي رئيس من قبل. ونتحدى اي واحد يخرج ويقول لي ما عطاناش 315 مليون. انا كنقول السي البدراوي والمكتب ديالك عطاكم 315 مليون غير مؤخرا. وكذلك باغي نتكلم على واحد القضيه ضروري على اننا نطرقوا لها. واش عارفين الاخوان الرجاويين بان السي البدراوي كان كيتقهوى في الصباح مع فوزي القجع باش يحلوا المشاكل، وفي العشيه كيدير رابوز بالنسبه للانصار مع احتراماتي للسي البدراوي؟ واش عارفين بان بقات 24 ساعه وكانت الرجاء محرومه من المشاركه في عصبه الابطال الافريقيه، والسي البدراوي لعب الدور ديالو كرئيس مزيان، واتصل بالسي فوزي القجع، ما لقاوش الفلوس في اخر المطاف. واش دارت الجامعه لاول مره في التاريخ؟ ما دارتهاش مع النهضه البركانيه اللي فرقته، وما دارهاش مع الوداد الرياضي، وما دارهاش مع باقي الانديه الوطنيه. الجامعه الملكيه دارت بحال الضربه ديال الديون اللي كديرها فوكاري مع البنك الشعبي، يعني الضمان. هي ضمنت الرجاء في الكاف، الا ما خلصتكمش الرجاء نخلصكم انا، باش انهم هزوا عليها القيد. هادشي واش عارفينه رجاوه، ولكن هذا الدار. واش عارفين بان
الاخوان واللعابه الرجاويين السابقين شكاو بالرجاء ودخل فوزي القجع باش انهم يقسم لهم وينقص لهم شويه ديال الفلوس. واش عارفين الرجاوه بانه الاكاديميه ما كانش غادي تخرج هذا العام؟ السيد اجتهد وخرج اكثر من 10 ملايير سنتيم وحاول على انه يلقى لها الفلوس باش انه الرجاء يخرج لها اكبر سونتر في افريقيا او اكاديميه في العالم اللي تصنفت من الافضل. واش عارفين الاخوان الرجاويين بانه يوميا السي البدراوي كان كيسمع عند الرئيس اللي هو فوزي القجع باش يحلوا المشاكل ديالو؟ واش عارفين بان الرجاء قنبله موقوته؟ كيفاش قنبله موقوته؟ الرجاء وصلت لواحد الدرجه اللي غرق الديون. كيفاش غرق الديون؟ تلاغي غير مؤخرا كانوا دايرين الطبق. نتوما كتقولوا للصينيه، حنا في الشرق كنقولوا لها الطبق او العلافه هذيك ديال الدوم، ما تفهموهاش هذه ديال المنطقه الشرقيه. هو اعتقد بان البدراوي غادي يدخل الرجاء وغادي الرجاء يكونوا معاه. ساعه مؤخرا كما قال السي عادل الرجاء ما معناش، قال لك مليون درهم اللي عطيتها ومليون درهم اللي عطاوها صحابي. عطاو 20 مليون من الفصيل وشي فنان عطاو واحد 2 ديال الملايين، لا اقل ولا اكثر. هو صحاب له ما غاديش يجيب الصينيه، غادي يجيب هذيك القفوه ديال الدوم، ديك الكبيره، هذيك اللي ولا الطبق وبدا عمر. في اخر المطاف تصدم، لقى بان ما كاينش هذاك الشيء اللي كان يتوقعوا فريق الرجاء، ما كاين لا دعم لا مسانده. الرجاء مشات انتدبت 20 لعاب، 16 في البدايه و4 20 لعاب. دابا هاد 20 لعاب من بعد ما داروا الصينيه كملات هذيك الصينيه غير شويه. واش وقع؟ دابا خصو يخلص منح التوقيع اللي باقي له الثاني والثالث، الاشطر الاول والثاني والثالث، باقي له منح ديال المباريات اللي راهم يفوزوا في الافريق، باقي له لي صالير. الامور غرقت 20 بزاف. من قبل كانوا يخلصوا غير 3 ديال المنح التوقيع، 4 5 لا اقل ولا اكثر في التعاقدات الجداد. اليوم خصو يخلص 20 وخصو يخلص ليتيج. السيد بغى يدفع الاستقاله، في اخر المطاف تراجع الاستقاله. اصلا هذيك الاستقاله تراجع انا عندي بعدا فيها ما بين قوسين ما كاينش شي حاجه، او تلاغي يكتب مقال تراجع الاستقاله في ظل انه الاصل الاستقاله ما كاينش، ولكن حسب الضغط. وانا كنقول بانه المشكل اللي كاين عند فريق الرجاء هو انه قنبله موقوته وغادي تطردك في الايام المقبله وخاصها حل. ونورمالمون على انه تمشيو عند السي فوزي القجع كيف العاده يلقى لكم الحل، ولكن دير تران باش انك تضغط، باش دير 3 بوا في اسفي، وباش انك دير 3 بوا في المباريات، وباش انك خصك الفلوس وتبكي وتشكي. واش نقولوا على اسفي؟ واش نقولوا على الماس اللي ظلمت وما خرجوش وداروا هذه الفضيحه؟ واش نقولوا على اكادير؟ واش نقولوا على النهضه البركانيه مؤخرا اللي مشى لها مباراه؟ واش نقولوا على الوداد؟ واش نقولوا على الفرق الوطنيه؟ في اخر المطاف كينتقدوا نقدا بناء لا اقل ولا اكثر، كيبكي داخلي اما ما كيشكيش خارجي. دير تراند علام، تراند على اللي داك المونديال 2 ديال المرات على التوالي، وصلت الرابع ولا كتعطى به المثال كاقوى رجل في افريقيا، يقولوا هاد التوانسه والمصريين ماشي تلاغي. تراند على من؟ على اللي ما كانش عندنا بطوله ديال كره القدم داخل القاعه، كما قال دكيك بانني اول خلصه خلصتها مع هاد الناس، واليوم كاين جيل من الشباب كيخلص عن طريق هذاك الرجل اللي في هذاك المكان، لان كيعرف من يجيب الفلوس، كمبيوتر ديال الميزانيه. على من تراند؟ على واحد اللي خرج كره القدم النسويه 16 نادي في بريمير ديفيزيون و16 نادي في دوزيام ديفيزيون، 25 في كل نادي، كلشي كيديو 3600 درهم، وكاين اللي كيدير 4000 درهم عن طريق الجامعه الملكيه المغربيه. اول وحدين خصهم يتضامنوا مع فوزي القجع هما النساء اللي كيلعبوا كره القدم. واش عارفين بانه ما يقدرش يرئيس كما كان النوع ديالو يوفر لكم هذيك السيوله الماليه اللي ولا عندك صالير تخدمي على الوالده ديالك بها؟ واش عارفين بان المنتخب لعب الربع ديال نهائي كاس العالم، ضرب 11 و10-0 لاستونيا، ولينا ننافسوا عالميا؟ واش عارفين بان كره القدم النسويه مشات المونديال بالفئات ديالها 2، لا الكادي ولا كذلك بالنسبه للفريق الاول؟ واش عارفين بان المنتخب هذا الاسبوع غادي يستقبل في الجوهره ديال افريقيا اللي هم معموره، غادي يستقبل واحد الفرقه اللي سميتها المنتخب البرازيلي؟ اليوم كندخل القنوات الجزائريه كنلقى الناس كتعطي مثال يحتذى به بالنسبه لفوزي القجع، كندخل القنوات التونسيه كنلقى الناس كتكلم على فوزي القجع، كنمشي لمصر كنلقى على انه كيتكلموا على فوزي القجع كهرم من اهرامات الكره المغربيه والسيد عنده مكانه. كنمشي للماركه كتبقى تهضر على المونديال ديال 2030 والتنظيم اللي ممكن يكون ما بين المغرب وكذلك اسبانيا والبرتغال في هذه اللحظه هذه، وكتجي كتضرب فيه انت. في اخر المطاف كنجي واحد كيبكي حيت ان الرجاء غارقه. باش غارقه بالتصرفات والطريقه ديال التدبير ديال المسؤولين ديالها، غارقه لان السيد دار الصينيه ما جمع فيها والو. الرجاء معانا قال لهم ما معناش. كيفاش ما معناش السي البدراوي؟ ما جمعوا لها والو. واش بقات في التران؟
واش بقات على انك دير واحد الناس اللي عندهم 20 عام انك تقود واحد الحمله ضد واحد الرجل اللي خدم الكره المغربيه؟ واش نسيتو غير البارح حنا كنلعبوا ضد القبعه الثالثه ضد الموريس وضد واش نسيتو في 2012 قبل ما يجي السيد باننا ما طلعناش لكاس افريقيا؟ كاس افريقيا اللي كان حلم باش اننا نتاهلوا لقاو نضربوا ندابزوا نهرسوا الكراسه في القهاوي. واش نسيتوا اليوم باننا غير كندخلوا كنمشيو لكاس افريقيا؟ واش نسيتوا بلي رانا كنمشيو للمونديال بكل سهوله؟ واش نسيتوا بان اللعابه في العالم كلشي جاي يلعب اليوم مع المنتخب المغربي؟ واش نسيتوا باش نتكلم على هذا الرجل راه خصنا نجيبوا واحد السيره ديال النهار كامل وما تكملش الا شعلت اللايف. انا ما جايش ندافع على فوزي القجع، الاحصائيات ديالو والانجازات ديالو دافع، لانني انا فكرت الايامات اللي قبل كانوا كيسولوهم على اللعابه ديال المنتخب ما كانوش يعرفوا حتى الاسماء ديالهم. السيد اليوم تسولوا على الفئات الصغرى ديال المنتخب يجاوبك، حيت انت ما استفدتش باغي انك دير حمله بالاسم ديالنا حنا. كاين المغاربه كاملين الشريف، مغاربه كاملين، المغاربه كيقولوا لك اقوى رجل في افريقيا هو فوزي القجع. نغضبوا ننتقدوا داخليا مرحبا، اما باش نبقاو نديروا حمله ضد واحد الناجح اللي كما قال السي بدراوي 10 بحالو تغير المغرب في جميع القطاعات. فالله يهديكم، الله يهديكم. ما بقاش دابا ندابزوا مع الاخوان الجزائري ويقول لي شي واحد المصري ولا التونسي، بقينا حاصلين مع الاخوان الرجاويين. والرجاوه وبركه وفيقوا، راه الاشكال اللي عندكم راه عندكم قنبله موقوته بفريق الرجاء. المشكل اللي راه عندكم وانتوما كرجاوه اشريتوا 20 لعاب وحصلتوا، خصكم منح التوقيع ديال الشطر الثاني والثالث والشطر الاول، وخصكم لي صالير وخصكم لي بريم. الصينيه ما خدمتش، الرجاء ما معناش كما قال البدراوي. اللهم تهودوا الراس وتمشيو عند السي فوزي، ما ربنا يدبر عليكم شويه، يبريكوا لي معكم شويه، راه قلبوا حنين. انا نعرفوا انا والتافو غالط قلبوا حنين، واخا تشوفوا هكاك يبان لك يتعصب ولكن قلبوا حنين. غير روحوا دقوا، راه عطاكم هاد 315 شيطوا بها شويه في الديبلاسمون. هذيك 25 مليون اصلا الا مشيتوا لتونس ولا مشيتوا لمصر راه غادي تدوزوا هذاك اليومين ديالكم غير 10 مليون. نسيت هذيك 15 وهذاك الديبلاسمون اللي كيعطيكم 8 مليون كذلك راكم. المهم شوف ديبانيو شويه وهودوا عند السي فوزي جاي يزيد لكم واحد شويه وسكتونا صاحبي، سكتونا صافي وبارك. وبغيت هذا الفيديو اللي اقوى رجل في افريقيا ترند ثاني، هما داروا الترند ديالهم وداروا الهاشتاغ، هذا هو الهاشتاغ ديالنا، القجع اقوى رجل في افريقيا. تحيه لكم.